رمضان تجلى وابتسم طوبى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الحديث عن بعض مفسدات الصيام، وهي من المسائل المعاصرة. السقاية، وهي كيس يحتوي على مادة سائلة غذائية يتناولها المريض عن طريق أنبوب يصلها بجسمه، وهذه ناقضة للصيام بلا شك، لأن المريض يتغذى عليها وقد يكتفي بها دهرا دون الحاجة إلى تغذية بالفم. من المسائل المعاصرة أيضا التي ينبغي على الصائم أن يعرفها الحقنة، فإبرة العلاج التي تستخدم أو تستعمل في الدبر هي مفطرة لقوة اتصال الدبر بالجوف، إلا أن هناك بعض التفصيل في بعض الحقن، فلأهل العلم فيها مذاهب واعتبارات. فمنهم من اعتبر الفرق بين إبرة الغذاء وإبرة العلاج، فقال بالتفطير في الأولى وبعدمه في الثانية، ومنهم من اعتبر ولوجها لمطلق الجوف والدم، فقال بالتفطير في الجميع ولم يفرق بين ذلك. إذن على المسلم أن ينتبه إلى هذه المسائل، وأن يكون حريصا على معرفة الحكم فيها حتى يسلم صومه ويكون مقبولا عند الله تعالى. بارك الله فيكم، وتقبل الله صيامنا وقيامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.